أهلا بكم في طريق الإمبراطور. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج العقرب طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العقرب، أنا شايف إن في حد كتير مشغول بيكم، في حد يمكن عايز ياخد خطوة إيجابية تجاهكم، سواء يكلمكم يعتذر عن خطأ صدر في حقكم أو ممكن يكون يبادر بالصلح. بس أنا شايف إن في حد زي ما يكون بيفكر فيكم ومش قادر إن هو يخرجكم من تفكيره، وفي نفس الوقت زي ما يكون محتار مش عارف يعمل إيه. انا شايف ان في حاجة انتوا محتاجين ان انتوا تصبروا عشانها، او محتاجين ان انتوا ما تفقدوش الامل فيها، لان انا شايف ان الشخص ده كتير متردد، يمكن خايف من ردة الفعل، يمكن خايف ان ممكن تكون الفرصة فاتته. ساعات كتير الشخص ده بيبقى على وشك ان هو يتصل بيكم او يكتب لكم رسالة، بس في اخر لحظة زي ما يكون بيغير رأيه او في حاجة جواه بتمنعه. الشخص ده ممكن يكون ما بينكم ذكريات، ممكن يكون في بيفكر فيها، أو بيبقى معاه صورة ليكم بيبص فيها، أو ممكن يكون في محادثات ما بينكم زي ما يكون بيقعد يقراها. انا شايف ان الشخص ده مش عارف يعمل ايه. الشخص ده زي ما يكون غلط في حقكم، او ضيع فرصة كان بيمتلكها ودلوقتي مش عارف يعمل ايه. يمكن الشخص ده ابتدى ان هو يدعي او يقرب لربنا، وزي ما يكون تعبان وبيتألم، عايز فرصة تانية ما بينكم. انتوا يمكن صبرتوا كتير على الشخص ده واحتملتوا كتير، يمكن حتى قلتوا ان خلاص الشخص ده مش بيحبكم او مش راجع، او مفيش امل، او حتى شاف حياته مع حد تاني. كتير منكم يمكن حتى مشيتوا، أو يمكن خلاص زي ما يكون نسيتوا الشخص ده، أو بتحاولوا إن انتوا تنسوا أو ما تفكروش فيه، زي ما يكون فقدتوا الأمل في إن هو يرجع أو يكون جواه مشاعر ليكم. بس أنا شايف إن الشخص ده كان كان بيظهر عكس اللي جواه. الشخص ده دلوقتي تعبان، يمكن من التصرفات اللي صدرت منه اتجاهكم، أو الطريقة اللي خلاكم تحسوا بيها. الشخص ده عنيد جدا وبيحب يكابر. الشخص ده بيحب يبان من بره إن هو قوي جدا، لكن من جوه فيه رومانسية كتير وحب، بس مش عايز يظهر بالصورة دي، يمكن بسبب إن هو اتخذل قبل كده، أو بين حبه لحد قبل كده وزي ما يكون خذله، أو زي ما يكون حط ثقته في حد واتعلم إن هو ما ينفعش إن هو يبين الحب، وإن هو لازم دايما إن هو يبين القسوة، أو لازم دايما عشان يتحب إن هو يظهر بمظهر معين وما بينش مشاعره عشان انتوا تبقوا عايزينه أو مرميين عليه. الشخص ده زي ما يكون انتوا غيرتوا مبادئه او غيرتوا تفكيره او معتقداته. انا شايف ان الشخص ده بيحبكم جدا، مش انتوا بس اللي كنتوا بتحبوا الشخص ده، ما كانش حب من طرف واحد. صحيح الشخص ده مش بيبين مشاعره او حبه، او حتى للبعض منكم الشخص ده ما اعترفش بحبه، بس انا شايف ان الشخص ده كتير بيحبكم. انا شايف ان انتوا لما كنتوا بتبقوا جنب الشخص ده زي ما تكون بتبقوا مبسوطين جدا، حتى لو ما كانش بيظهر مشاعره، او ما كانش بيبادلكم الحب، او ما كانش بيعبر عنه، لكن كان في إحساس جواكم أو شعور الشخص ده اللي ما كانش بيعبر عنه أو بيخفيه، كان واصل لكم وكان بيخليكم في منتهى السعادة. بس الشخص ده فاق متأخر للأسف. الشخص ده ممكن يكون كانت معتقداته غلط، أو كان الشيطان ضاحك عليه، كان فاكر كان فاكر إن هو اللي كان صح، أو الطريقة اللي كان بيتصرف بيها هي اللي كانت صح. أنا شايف إن انتوا يمكن كتير حسيتوا إن انتوا ما فيكوش المتطلبات اللي ممكن يكون الشخص ده عايزها، لكن انتوا فيكم أكتر من اللي الشخص ده بيتمناه. انا شايف ان انتوا قلبتوا حياة الشخص ده. انا شايف ان الشخص ده دلوقتي بيتمناكم، مش بس منتظركم، ده بيتمناكم ومش قادر يخرجكم من تفكيره ومن حياته. انا شايف كتير منكم مش عايزين تدوا للشخص ده فرصة، لان انتوا خلاص مشيتوا. انتوا يمكن كنتوا بتدوا للشخص ده اكتر من فرصة، سواء كانت علاقة كراش او حب او حتى زواج. كتير كنتوا بتقولوا اسيب الشخص ده. كتير كنتوا بتفكروا ان انتوا تسيبوا الشخص ده وترجعوا تقولوا في كلامكم تقولوا لأ، نديله فرصة تانية، بسبب الشعور اللي انتوا كنتوا بتحسوه لما كنتوا بتبقوا مع الشخص ده، بتبقوا عايزين ان انتوا تدوله فرصة تانية. وفعلا كنتوا بتديله فرصة تانية وتالتة، بس الشخص ده زي ما يكون استنزف الفرص كلها اللي انتوا اديتها له.
بس انتوا إحساسكم كان صح. يعني أنا شايف إن الشخص ده محتاجكم في حياته، وما زال محتاجكم، ويمكن دلوقتي محتاجكم أكتر من الأول. بس انتوا مبقيتوش قادرين إن انتوا يعني تحتملوا الطريقة اللي ممكن يكون الشخص ده فضل إن هو يعملكم بيها. لكن لما انتوا مشيتوا أو بعدتوا، الشخص ده حياته اتشقلبت ومبقاش قادر يخرجكم من تفكيره. الشخص ده عرف إن هو كان مضحوك عليه بأفكار كتير سلبية، وإن هو اتعامل مع الشخص الصح بطريقة غلط. الشخص ده دلوقتي بيندم. الشخص ده دلوقتي بيتمنى فرصة تانية. الشخص ده دلوقتي زي ما يكون حياته متشقلبة، مش قادر إن هو يتخطاكم أو ينسى أو ينساكم، لأن الشخص ده بيحبكم بطريقة جنونية. أنا شايف إن انتوا هتحصلوا على السعادة وعلى الكرمة اللي انتوا تستاهلوها، واللي انتوا في يوم من الأيام بتتمنوه مستحيل إن انتوا يتحقق. هيجيلكم على طبق من ذهب. أنا شايف إن انتوا كتير صبرتم وكتير اتحملتم وكتير اديتوا فرص، والشخص ده استهان بيها ودلوقتي هو بيدفع التمن. أنا شايف اللي انتوا مريتوا بيه من معاملة جافة وخلافه، هو دلوقتي بيمر بيه وتعبان الشخص ده جدا. أنا شايف إن هو ندمان جدا جدا، ونفسه إن انتوا تدوله فرصة تانية وترجعوا ليه. عايزكم معاه وعايز يكون معاكم بداية جديدة. اكتبولي في التعليقات هنا، هل انتوا هتوافقوا ان انتوا ترجعوا للشخص ده ولا لأ؟ لو عجبتكم القناة متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.